في الفيديو ديال اليوم غندوي على واحد الجريمه غتمشكل البوليس لمده 20 سنه. واحد الراجل وبنته كانوا مع الصباح كيديروا الفوتينغ، شويه غادي يلقاو واحد الجثه مليوحه وسط الشانطي، والبوليس فاش داروا البحث ديالهم على هذه الجريمه ما توصلوا لحتى شي حاجه، وهاد القضيه بقات مفتوحه 20 عام. السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم في فيديو جديد. الى اول مره تشوف هاد القناه مختصه في قصص وقضايا واقعيه. الا كيعجبك هاد المحتوى تابونا وفعل معك الجرس. نهار 21 يونيو 1999 جات بنهار الاربعاء مع الصباح بكري واحد السيد هو والبنت ديالو والكلب ديالهم كانوا مولفين ديما كيديروا فوتينغ مع الصباح، وبالضبط هاد الناس كانوا ساكنين في ولايه وينسكونسن. المهم وهما كيديروا الفوتينغ ديالهم شويه غتبان لهم واحد الدريه طايحه وسط الشانطي، فاش مشاو وقربوا منها لقاوها ميته. وهاد السيد ولا هاد السيده اللي قتل هاد الدريه هادي كان ما على بالوش بالبوليس، كون بغى يخفي هاد الجثه هادي غيديها يلوحها في شي بير ولا يديها يدفنها في شي غابه، هو جا ولاحها وسط الشانطي. المهم فاش جاو البوليس والشرطه العلميه لعين المكان بغاو ياخذوا الدلائل اللي كاينين تما، ولكن ما غيلقاو حتى شي دليل. علاش؟ حيت فاش وقعت هاد الجريمه هادي موراها بالضبط جات واحد العاصفه ديال الشتا، وديك الشتا اللي صباش مسحات كاع الدلائل وكاع داكشي اللي كيركزوا عليه البوليس فاش كتوقع شي جريمه. المهم داو الجثه للطب الشرعي، والطب الشرعي فاش فحص الجثه قال البوليس باللي هاد الجثه ماتت من دابا 12 ساعه. وحتى واحد الشاهد نيت كيسكن قريب من ديك البلاصه فين لقاو الجثه جا عند البوليس وقال لهم انا قبل ما تلقاو نتوما الجثه تمايا كنت دزت من نفس البلاصه وما كان حتى شي واحد. المهم اجا رجعوا لهاد الدريه هادي اللي لقاوها ميته. الطب الشرعي كيقول باللي هاد الجثه هادي ما ماتتش موته ساهله، حيت لقاو عليها اثار ديال الضرب وديال الخنق، ولقاو الجثه في حاله يرثى لها. الطب الشرعي كيزيد يقول باللي هاد الحاله اللي لقاو فيها هاد الجثه هادي ماشي ديال نهار وماشي ديال يومين، هاد الجثه كانت كتعذب لمده اسابيع، بحال تقول كانت مخطوفه، ولقاوها مهرسه من نيفها وحتى قتلوها وسالاو عاد عاودوها هرسوها من الكتف ديالها. المهم بزاف ديال الحوايج قالهم الطب الشرعي. باختصار الجسم ديال هاد السيده هادي ما فيهش شي بلاصه سلمات من العذاب، لدرجه لقاو في الجسم ديالها بزاف ديال البلايص محروقين، والاطباء فحصوا حتى العمر ديالها وقدروا ما بين 18 حتى ل 30 سنه، وحتى السنان ديالها حتى هما فحصوهم ليها ولكن لقاوهم كاملين مسوسين. هنا البوليس قالوا مع راساتهم واقيلا هاد السيده هادي تقدر تكون من الناس اللي متشردين وكيباتوا في الزنقه. المهم في 27 اكتوبر 1999 غيدفنوا هاد الجثه هادي في المقبره، والناس اللي غيحضروا لهاد الجنازه كثر من 50 شخص، وهاد الناس اللي حضروا لهاد الجنازه هما اللي كانوا كيطالبوا البوليس باش يشدوا المجرم اللي ارتكب هاد الجريمه هادي. المهم لحد الان البوليس ما عارفين حتى شي حاجه على هاد الدريه، ما عارفين لا الهويه ديالها لا والو، ما كانش عندها لا كارت لا حتى شي حاجه، وهما يسميوها بجريمه ريزين، سماوها على المكان فين وقعت الجريمه. مورا هادشي من يدفنوها وسالاو البوليس كانوا ديجا صوروها، شدوا التصاور ديالها وفرقوهم في الولايه كامله لعل وعسى شي واحد يعرفها ولا يبانوا العائله ديالها. والبوليس لحد الان ما عرفوا عليها حتى شي حاجه، ما عرفوها واش كتسكن في شي ولايه اخرى وغير الظروف هي اللي دوزتها من هنايا، ولا كانت هربانه من الدار ديالهم، ولا بالفعل هي راها متشرده وعايشه في الزنقه، حيت ما كان حتى شي واحد كيسول عليها. وفي ولايه وينسكونسن بالضبط كانوا بزاف ديال الناس مختفين وكانت عامره بالمتشردين. المهم البوليس عندهم لا دي ان ديالها دابا وكانوا كيقارنوها مع بزاف ديال الناس، ولكن هاد القضيه ديال لا دي ان ما جابت للبوليس حتى شي نتيجه. واخا هكاك البوليس ما استسلموش، ربطوا هاد الملف ديال هاد الفتاه المجهوله مع واحد الملف كان عندهم قديم ديال واحد الدريه سميتها ماري كيت. وعلاش البوليس قارنوهم مع بعضياتهم؟ حيت كانوا كيتشابهوا في التفاصيل ديال الجريمه، داكشي اللي كان وقع لماري كيت وقع حتى لهاد الفتاه هادي المجهوله، ولكن في الاخر البوليس غيبوندوليو وما غادي يوصلوا لحتى شي نتيجه، وبقات هاد القضيه هادي مفتوحه لمده 20 عام وهما كيبحثوا فيها من محقق لمحقق، ولكن ما كيطلعوا بحتى شي نتيجه. ولكن نهار 8 نوفمبر 2019 الضابط اللي كان شاد هاد القضيه هادي غيخرج للصحافه وغيقول لهم باللي عندنا الجديد في القضيه ديال هاد الفتاه المجهوله. المهم في هاد الندوه الصحفيه هاد الضابط غيقول باللي عرفنا هاد الفتاه المجهوله شكون هي، وعرفنا حتى شكون قتلها، واللي قتلها شديناه وكاين دابا في الكوميساريه، وغيعلن على السميات كاملين. الضحيه المجهوله اللي كانت مقتوله سميتها بيغي جونسون، وفاش ماتت كانت في العمر ديال 23 سنه. والشخص اللي قتل الضحيه كانت مراه سميتها ليندا اروش، وكانت فرمليه في واحد السبيطار. وهاد المجرمه ليندا فاش شدوها البوليس كان في عمرها 63 سنه، شدوها نهار 5 نوفمبر 2019، وبالضبط شدوها في ولايه فلوريدا، وكانت عايشه في ولايه فلوريدا من 2013. والسؤال اللي كيحير هو كيفاش البوليس شدوها من بعد 20 عام؟ فاش شدوها البوليس ماشي حيت داروا بحث زوين ولا لقاو شي ادله، لا
ليندا بوحدها اعترفات لواحد السيده. وكيفاش اعترفات؟ هي كانت ناقرت مع واحد السيده وقالت لها شوفي انا راه ديجا قاتله واحد السيده، غتبعدي مني ولا شي نهار غنقتلك. والسيده اللي وقع ليها معاها هادشي ما سكتاش ومشات ديريكت عند البوليس وقالت لهم هاش كاين وهاش كاين وهاش كاين، هادي راه دايره شي جريمه راه خاصكم تحققوا معاها. المهم خليونا من ليندا دابا واجي نتعرفوا على بيغيت جونسون. شكون هي بيغيت جونسون؟ تزادت في 4 مارس 1974 في إلينوي. وبيغي نهار اللي تزادت كان هرب عليهم الاب ديالهم وهي تهز الكنيه ديال امها. المهم بيغي قرات حتى للثانويه، والاصدقاء اللي كانوا كيقراو معاها في الثانويه قالوا باللي اخر مره شفناها كانت في الحفله ديال اخر السنه عام 1994، وقالوا باللي في هذا العام بالضبط 1994 بيغي غتموت ليها الام ديالها. وفاش ماتت ليها الام ديالها هنا بيغي ولات متشرده، ما بقى عندها حتى شي واحد. ومن بعد هادشي غتبان واحد السيده من العائله ديالها وغتقول لهم فاش كان وقع ليها هادشي انا مشيت هزيت التصويره ديالها ومشيت طلبت واحد الجورنال وخلصته باش يعلق هاد التصويره هادي ويكتب بلي هاد السيده مختفيه، ولكن ما كانت حتى شي نتيجه. ونرجعوا للاصدقاء اللي كانوا كيقراو معاها في الثانويه، كاملين قالوا باللي بيغي كانت ظريفه وما عمرها اذات شي واحد. ودابا اجي نرجعوا للمجرمه ليندا اروش. ليندا اروش ولات كتخدم في رمليه عام 1987 وخدمات في بزاف ديال السبيطارات، وكانت الحاله الشخصيه ديالها عاديه، ما كانش شي وحده اللي قبيحه، كانت عاديه بحال الناس. ودابا اجي نعرفوا كيفاش تلاقاو مع بعضياتهم. بيغي جونسون تلاقات مع ليندا اروش في واحد السبيطار كانت خدامه فيه، وفاش شركوا الهضره مع بعضياتهم بيغي جونسون غتقول ليندا اروش نقدر نجي نخدم عندك في الدار وما تخلصيني ما والو، وفري لي غير الماكله وغير نبقى نبات عندك في الدار. المهم وافقات ليندا اروش وخدمات عندها بيغي. وهنا غيبان واحد الشخص اخر كان الصديق ديال بيغي، قال البوليس انا واحد النهار كنت زرتها فاش كانت خدامه عند ليندا وما كانش عليها حتى شي اثار ديال الضرب ولا شي حاجه، كانت الدريه عاديه. البوليس هنا غيعرفوا باللي ليندا ما كانتش كتضرب بيغي في الايامات الاولى، ما ضربتها وما ناض الصداع بيناتهم حتى الايامات الاخرى، حتى لشي ايامات قلال قبل ما تموت. المهم البوليس فاش شدوا ليندا وبداو كيحققوا معاها وقالوا لها علاش قتلتي بيغي، قالت لهم بيغي كانت كتسرق ليا بزاف ديال الفلوس، وفاش كنت كنخرج انايا كنمشي للسبيطار نخدم، فاش كنرجع صدفه كنلقاها مدخله صحابها والدراري وكنلقاهم كيستعملوا المخدرات. ولكن هادشي ما غطلع منه حتى شي حاجه، علاش؟ حيت البوليس مشاو تواصلوا مع الولاد ديال ليندا، والولاد ديال ليندا غيشهدوا فمهم وقالوا باللي بيغي كانت ظريفه وما كانتش كاع كدير هادشي. وحتى راجل ليندا حتى هو حقوا معاه البوليس، وهو يقول للبوليس واحد النهار في عام 1999 دخلت على غفله للدار وانا نلقى بيغي طايحه في الارض ومغيبه، وفاش سولت مرتي ليندا قالت لي راه خدات واحد الجرعه من المخدرات وغيبت، ولكن صافي ما تخافش عليها انا دابا غادي نديها للسبيطار. وفي هذاك النهار بالضبط هو فين ماتت بيغي. بيغي ما كانتش مغيبه، بيغي كانت مقتوله. المهم هزتها في الطوموبيل وضربت بها واحد مسافه بعيده حتى بعدت بزاف فين كانوا ساكنين، وهي تلوحه وسط الشارع ورجعت للدار ديالها. المهم دفعوه للمحكمه ووجهوا ليها تهمه ديال القتل العمد وحكموا عليها بالمؤبد. وهنا كيسالي هذا الفيديو، تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد.